السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد في سلسله سي بلس بلس ان ديبث. وبعد ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الفاريبلز وعرفنا طرق مختلفه لتعريف الفاريبل، النهارده جايين نتكلم عن النقطه الثانيه المهمه جدا في تعريف الفاريبل. النقطه اللي بعد كده معانا هي حته السكوب. يعني ايه سكوب؟ السكوب بيعبر بكل بساطه عن الفاريبل بتاعي متشاف فين. تعالى نشيل الكلام ده كله، نبدا نكتب كود من الاول. تعالى نشيل ده وكمان نشيل ده ونبدا نتكلم. يلا كده، يعني ايه سكوب؟ لو انا مثلا عملت فاريبل اسمه اكس انت اكس بيساوي مثلا الواحد، اوكي، وجيت هنا قلت سي اوت اكس، تمام. تعالى كده نرن الكود ده ونشوف ايه النتيجه اللي هتحصل. النتيجه ان ايه؟ ان طبع لي واحد على الشاشه. ليه طبع لي واحد؟ لانه بكل بساطه انا قلت له اطبع لي قيمه اكس، فهو اصلا عنده اكس ان سكوب، يعني شايف حاجه اسمها اكس، اوكي، فقدر يجيب القيمه بتاعتها ويطبعها. شايفها ليه؟ شايفها لانها بكل بساطه قبله، ان انا اكس ده متعرف قبله، يعني انا عرفت اكس الاول ثم استخدمته. تمام. لكن لو انا مثلا جيت هنا وخدت السي اوت اكس دي، عملت نسخه منها فوق هنا، وجيت ارن الكود، ايه اللي هيحصل؟ هيديني مش ران تايم ايرور، يعني مش ايرور لما البرنامج يشتغل، هيديني ايرور قبل ما البرنامج يشتغل اصلا. الايرور بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا مش شايف اكس ان ذيس سكوب، يعني انا مش لاقي اكس. يعني هو بيحاول يستعمل حاجه اسمها اكس وهو اصلا مش لاقيها، لان اكس متعرفه فين؟ متعرفه بعده. فانا كده بستخدم الحاجه قبل ما اعرفها. دي فكره السكوب. السكوب شكله عامل ازاي؟ السكوب بيتحدد ازاي؟ السكوب بكل بساطه بيتحدد بالكيرلي بريسز. شايفين الكيرلي بريسز دي معناها انها سكوب. في اكتر من حاجه بتحدد سكوب هنشوفها قدام. في مثلا حاجه زي الاف ستيتمنت. الاف ستيتمنت كده بعدين بنحط لها كيرلي بريسز تحدد السكوب بتاعها، اوكي. في عندك الفور لوب مثلا، الفور بتحدد السكوب بتاعها برضو. في عندك كذلك الوايل لوب. في عندك اكتر من حاجه بتحدد السكوب بتاعها، زي مثلا زي الفانكشن، زي حاجات تانية كتير بتحدد السكوب بتاعها، تمام. الفكره ان انا لما اجي اعرف فاريبل في اي سكوب، الفاريبل ده بيكون ظاهر في السكوب ده بس. يعني مثلا لو انا جيت عملت فور لوب مثلا، الفور لوب هيبقى شكلها عامل ازاي؟ كده بتتكتب انت اي ايكوال 0، اقل من 10، اي بلس بلس. مش مهم تفهموا الفور لوب عامله ازاي، المهم بس نعرف ان الفور لوب بتحدد سكوب. فانا عملت هنا ايه؟ عملت هنا سكوب بتاع الفور لوب اهو، تمام. لو انا جيت عرفت جواها انت مثلا اكس بيساوي مثلا 5، بيساوي 5، تمام. وجيت هنا عملت له مثلا سي اوت، خلاص نخليه واحد. لو جيت مثلا عملت له سي اوت اكس، بعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. تعالى نرن الكود، هيديني 5. طب لو جيت بره هنا قلت له سي اوت الاكس، ايه اللي هيحصل يا ترى؟ هيديني نفس الايرور. لو جينا نبص كده على الايرور هيديني نفس الايرور، ان هو مش لاقي الاكس. ليه؟ لان بكل بساطه الاكس متعرفه في السكوب ده، من اول القوس ده لحد القوس ده، فهي مش متعرفه في اي سكوب براها. طب ازاي اخلي الاكس متشافه في الاثنين سكوبس هنا وهنا؟ بكل بساطه اعرفها في سكوب اكبر منهم، او اعرفها في السكوب الكبير فيهم. ازاي؟ يعني مثلا اجي هنا امسك الانت اكس دي احطها هنا مثلا، تمام. هنا بقت متعرفه فين؟ بقت متعرفه في السكوب الكبير اللي هو المين، فدي تقدر تشوفها، تمام. دي تقدر تشوفها عادي، انها متعرفه معاها في نفس السكوب. طب دي تقدر تشوفها ليه؟ لان الاسم ده متعرف في سكوب اكبر منها اصلا، لان السكوب ده اساسا جوه السكوب بتاع المين. فاي حاجه انا بعرفها او اي فاريبل انا بعرفه بيكون ظاهر في السكوب اللي انا معرفه فيه، ده اساسي، ده مبدئي يعني. تاني حاجه بيكون ظاهر في كل سكوب جوه السكوب الاساسي. فمثلا انا معرف الفور لوب جوه المين، فالانت اكس دي ظاهره جوه المين هنا وظاهره جوه الفور هنا. تعالى كده نجرب اهو، هيديني 5 مره و5 مره، واحده جايه من الفور لوب واحده جايه من المين. طيب في طريقه كمان انا اعرفها، ان انا اعرف الاكس دي بره اي سكوب خالص. ازاي اعرفها كده؟ اقول له انت اكس بتساوي ايه؟ 5. الاكس دي هتبان هنا وهتبان هنا، والاثنين يقدروا يشتغلوا عليها. تعالى كده نشوف اها، شوف نفس الفكره، اداني ده 5 وده ايه؟ 5، تمام. دي اول حاجه في السكوب، ان الفاريبل بيظهر او السكوب بتاعه بيتعرف من مكان ما بعرف الفاريبل نفسه. يعني لو عرفت الفاريبل هنا فهو ظاهر في كل السكوبس. لو عرفته قبل الفور لوب هيظهر جوه الفور لوب وبعدها. لو عرفته بعد الفور لوب مش هيظهر جوه الفور لوب، لان كل سطر اتعرف بعدها، تمام. لو عرفته بعد السي اوت دي، الاثنين دول هيدوني مشكله. بص هيديني هنا مشكله الاول ان هو مش شايف الاكس، ولو شلت دي كمان هتديني مشكله لان هو ستيل مش شايف الاكس. فالسكوب بتاع الفاريبل بيبدا منين؟ بيبدا من مكان ما انا بعرف. ده اول هام. تاني هام لازم الواحد يعرفه، ان انا ممكن يبقى عندي اكتر من فاريبل بنفس الاسم بس مختلفين في السكوب. ازاي يعني؟ يعني مثلا انا ممكن اعمل لك مثلا انت اسميه مثلا نم هنا اهو، واجي هنا اعمل لك انت نم، الاثنين يكونوا نم صح. الفكره ان ده نم بس ده متعرف جلوبال وده متعرف لوكال. انا لما اجي دلوقتي مثلا تعالى نديهم قيم مختلفه. تعالى مثلا ندي ده مثلا 10 وده مثلا نديه ايه؟ 42. لو انا قلت سي اوت نم، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيديني 42 ولا هيديني 10؟ تعالى نشوف. لقيته اداني كام؟ 42. جاب ال 42 منين؟ جابها من نم، تمام. نم اهو، لما قلت له نم جاب لي 42، مع ان لو حددت على النم ده هتلاقيه جايب لي الاثنين. طب هو اشمعنى اختار نم ده؟
هقول لك هو اختار نم ده ان ده اقرب حاجه في السكوب بالنسبه له، واخد بالك انت، اقرب حاجه بالنسبه له كسكوب. فهو انا لما اجي استعمل فاريبل وفي اكتر من فاريبل بنفس الاسم بس مختلفين في السكوب، الكود تلقائي او الكومبايلر تلقائي بيختار اقرب فاريبل بالنسبه للسكوب ايه من ناحيته. فهو هنا لما جيت انا قلت له نم، لقى ان نم اللي قيمتها 42 اقرب لي فاستعملها ايه. طب ازاي اختار نم الكبيره اللي فوق دي بره؟ ازاي اختار نم اللي هي الجلوبال او اللي في سكوب برايا شويه؟ في عندي علامه كده بستخدمها، تعالى بس نكبر لكم شويه عشان تبان. علامه اسمها سكوب ريزولوشن اوبريتور، اللي هي علامه الايه، النقطتين دول. النقطتين دول بيقولوا انا ابص في الجلوبال سكوب. بص كده، لو قلت له كده ايه اللي هيحصل؟ هيديني كام؟ 10. 10 دي ليه؟ لان انا قلت له هنا ما تجيبليش الحاجه القريبه، لا اطلع لي هات لي الحاجه اللي في الايه، اللي في الجلوبال سكوب. والكلام ده بينطبق كمان، بينطبق لو انا مثلا جيت اغير في الرقم. لو انا قلت له مثلا هنا نم، لو مثلا رجعت السي اوت نم بتاعتي، لو رجعت السي اوت نم بتاعتي كده، وجيت مثلا قبل ما اطبع الرقم قلت له مثلا نم بيساوي 30، نم بيساوي 30 اهو. هطبع مره واحده نم هنا، بعدين هعمل اند لاين، تمام، وهعمل بعدها واحده كمان، بس مش هتطبع لي مجرد نم، لا هتطبع لي نم اللي في الجلوبال سكوب. تعال نشوف النتيجه اهو، دي بتطبع نم ودي بتطبع نم اللي في الجلوبال سكوب. انا هنا غيرت نم ب 30، هيغير في انهي نم فيهم؟ هيغير في دي ولا في دي؟ تعال نشوف. هتلاقي ان ال10 فضلت 10 زي ما هي، وال42 اتغيرت بقت 30. ده ليه؟ ده لان زي ما قلنا برضو بيتعامل مع اقرب حاجه في السكوب بالايه، بالنسبه له. تمام تمام. طيب ممكن برضو نعمل حاجه كمان. لو جبنا مثلا النم دي تحت هنا، تمام، اللي هو انا بغير في نم الاول بعدين بعرف نم جديده، ايه اللي هيحصل هنا؟ توقعوا ايه اللي هيحصل؟ بص كده معايا واحده واحده. انا بغير في نم اللي هي ب 30، فين النم اصلا؟ هل انا عندي نم دلوقتي؟ انا عندي نم واحده اللي هي دي لسه ما اتكريتتش اصلا، دي هو لسه مش شايفها، لسه ما دخلناش او السكوب بتاعها ما بداش. فدلوقتي دي بقت 30 اللي هي الجلوبال، تمام. بعدين عملنا نم جديده ب 42، هنطبع النم اللوكال اللي هي القريبه ليا ب 42، هنطبع النم الجلوبال بكام؟ ب 30. خلينا كده نشوف اهي، القريبه ليا بقت ب 42 زي ما هي، الجلوبال او البعيده عني بكام؟ ب 30. فدي كده فكره السكوب بتاع الفاريبلز. فانت الحاجات المهمه لازم تعرفها لما تيجي تستخدم فاريبل، تعرف السكوب بتاعه فين، عشان ما تكونش انت بتستعمل فاريبل مثلا في سكوب معين وانت فاكره في سكوب مختلف، او مثلا بتعمل حاجه في فاريبل او بتعرف فاريبل جوه سكوب معين وانت عايزه مثلا يبقى في سكوب اكبر، او محتاجه يبقى في سكوب اكبر عشان تقدر تستعمله جوه وبره السكوب اللي انت محدده ده. فدي شويه حاجات كده لازم تعرفها في السكوب. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تحط لايك وتحط لنا كومنت وتقول لنا ايه اللي عجبك في الفيديو، وتشير الفيديو مع اصحابك اللي بيتعلموا سي بلس بلس. اشوفك الفيديو الجاي ومع السلامه.